السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم عندي زيارة، ما بعرف ليش بحس إنه أوقات أبسط الأيام هي اللي تطلع أحلى، لأن ما بيكون في شي مخطط إله، بس بالنهاية بصير في تفاصيل حلوة وبنرجع نحنا مبسوطين. وبما إنه اليوم كنت قاعدة ما عندي شي، قلت لروح أعملن زيارة لبيت حموي وأطمن عليهم. وأنا صار لي فترة ما رحت زرتهم، وبدكن تشوفوا أول ما فتت لعندهم بلش الدلال، استقبلوني ببطيخ بارد خلاني أنسى الشوبات. الله يديم دلالهم وجمعتهم الحلوة. ما شاء الله على هالتفاحات والإنجازات، طعمتهم مثل العسل. الله يسلم إيديهم ويجعل هالبيت دايما عامر بالخير والفرح. ما شاء الله الخير ممدود والضيافة ما بتخلص. كملت القعدة مع هالشبسات، الله يديم عزهم وكرمهم يا رب. القصة ما وقفت هون، قلبوا القعدة لغدا، عملوا صفيحة بتاخد العلم عن محل بعلوين اسمه البلدي. ما شاء الله على هالشغل. بتاكل القرص بكون منغنغ ومنشف وما معجن أبدا. الله يجبر بخاطرن ويديم كرمن وعزن يا رب. شوفوا على القرص ما شاء الله. وختمناها بفنجان قهوة بعد الغدا الدسم، وخصوصي مع لمة الحبايب اللي بتسوى الدنيا. القهوة بتعدل الراس والقعدة معهم بتشرح القلب، مع هالناس البسيطة والرائعة اللي قعدتهم تسوى الدنيا. وهلأ طلعنا من عند الغوالي وعم نتمشى بهالطريق. والله المشوار بعد هالأكلة الطيبة والجمعة الحلوة برد الروح. وهيام خانم أصرت بعدها تروح على حديقة سكر، فقلت يلا باخدها بغير لها جو ونتمشى. كان الجو حلو وما في شمس، يعني كتير كان الجو حلو وخرج الواحد يتمشى إنه يطلع هيك مشوار يغير الجو. ويعني أنا هيام من النوع الحمد لله اللي بتحب تمشي كتير، وإنه إلها خلق عالطلعة، بس أنا ما بطلع كتير بسبب الشوب يعني. هلا وصلنا على الحديقة. هلا بصراحة يعني أنا صار لي زمان ما جبت عليها من لما كانت بالروضة، بس هي إنه بيت حماي كل فترة وفترة بياخدوها. وأكتر طلعاتنا يعني بنطلع على حدائق الشام. هل هي الحديقة مناسبة أكتر إنه الواحد يروح المسا يسهر فيها، يعني ما في ألعاب كتير وهيك، يعني فيها شجر، الهوا فيها كتير حلو، بس إنه من ناحية الألعاب وهيك أنا بصراحة ما حبيتها، لأنه الألعاب تبعتها يعني مو كتير ظابطة للولاد. يعني شايفين كيف يعني المراجيح مو ظابطين، ما بعرف مدري كيف حسيتها أنا. يعني اللي بيطلع على الشام أفضل، خصوصا إذا في ولاد صغيرة. يعني الولد سبحان الله ما بيحب هيك. يعني أنا بنتي ركبت شوي بهاي المرجوحة ما لقيت غيرها هي مناسبة لإلها، ما لا ظابطة. يعني بتحسه يعني الحدايد تبعاتها بخوف. يعني بنتي قعدت عليه ووجع ظهري، قالت لماما وجعني ظهري، ما يعني ما عاد حسنت. ما مثل ما قلت لكم الحديقة هاي مناسبة إنه الواحد يروح يسهر فيها، الهوا فيها كتير حلو. بس إنه الواحد يقول إنه ياخد أولاده يلعبهم شوي مخرج، ما حبيت أنا بصراحة. شو هاي؟ غزلة. تحبيها؟ هون بعربين صاير في نسبة دمار، شايفين كيف؟ الله يعوض على أصحابهم. هلا في حمورية صاير نسبة دمار أكبر، بس لسه ولا بلد بالغوطة تدمرت مثل جابر. بعد ما رجعت على البيت لقيت أمي جايبين حليب وغاليته مجهزته مسال الرز كل شي. يعني قلت لها يلا هاتي أنا راح كفيهم عنك. هون بعد ما كانت أمي مسال الرز أنا حطيتهم فوق الحليب، ضفت فوق منهم كاستين ونص من السكر. هلا أنا نحنا ما كتير بنحب الرز بحليب إنه يكون حلو هيك، بزهق النفس. يعني واحد سبحان الله ما بيحسن يكفي ياكل زبدية. اما قلت انه لخفف الحلو تبعهم شوي بكون اطيب واظرف. يعني هنا بعد ما ضفت السكر برد عنا شوي الحليب. امي مجهزة النشا رح ضيفهم، بس انا بحب قبل ما كتر النشا انه صفيهم بالمنخل الناعم، هيك افضل سبحان الله. انه يكون احيانا نشا مسوسة او شي هيك افضل واضمن يعني. هلا رح نبلش نحركهم مثل ما لكم شايفين، حتى ما يصير في عنا تكتلات من النشا.
هلا بنضل بنحرك هيك متل ما نكون شايفين لإنه يبلش عنا القوام يبلش يتقل. هلا بلش عنا هون يتقلوا. هلا عم بستنى لحتى يغلوا غلوتين تروح منهم طعمة النشا. هلا هون أنا عندي ظرف فانيليا رح ضيفلن شوية فانيليا. نحن عنا إنه أنا بنتي ما هلا هو ما بالماء زهر كتير طيب، بس أنا بنتي سبحان الله ما حبته ما تقبلت الطعم تبعه. عملت لضيف لها هيك رشة فانيليا أطيب. وهي بنتي بتحب الفانيليا يعني بالأكلات أكتر من الماء الزهر. قلت عاد لأساويلها متل ما بدها حرام. هلا هون صاروا عنا. هلا رح بلش اسكبهم بالزبادي متل ما انكم شايفين. هلا أنا بعبي بكل الزبدية شوي شوي بخاف إنه الزبدية تطق، هيك أفضل وأضمن. هون شوفولي على الرز بحليب ما شاء الله روعة، كان بياخد العقل. الله يديم النعم علينا يا رب. هون بهالسهرة كنا قاعدين أنا وبابا وخالي وأمي وإخواتي، حبينا هيك نغلي إبريق شاي. كان بابا جايب لنا كعك الله يسلم إيديه يا رب يرزق أو يخلينا إياه وديما فوق راسنا. حبينا هيك نغلي إبريق شاي ونقعد ناكل كعك وشاي ما شاء الله. هذا الكعك بابا بجيب لنا من فرن كعك بجلسرين ما شاء الله كتير طيب وطعمته طيبة يعني. شوفولي على كاسة الشاي ما شاء الله بتجنن بتاخد العقل. صدقوني يا جماعة ما في أحلى من جمعة العيلة. الله يديمها علينا يا رب. تاني يوم الصبح فقت أنا وأمي بكير، حبينا هيك ناكل أنا وياها زبدية رز بحليب. هلا هو في زروطة بيقولوها إنه أوها يا صحن رز بحليب أوها كل ما برد بطيب من حي يا جماعة. رز بحليب بالذات كل ما كان بارد كل ما كان أطيب. يا عيني على هالنتيجة. لهون بلشنا أنا وياه برز بحليب. إنه أفضل ما نبلش بفنجان قهوة خصوصي أمي معطاته مشان ما يرتفع ضغطها. هون هاليوم حبيت أفطر اليوم كرواسان متل ما الكل شايفين، بس مو أي كرواسان. طلبت من عند فرن عرابي 3 جرام عينك ماما رح أجيب لك وأرجع. رحت والله جبت لها كرواسان من عند عرابي ما شاء الله كان بجنن. هون أمي وصتني على دواء من الصيدلية الزراعية للنمل. أنا وراجعة على البيت شفت لكم هيك إنه هن عم يظبطوا الطرقات تبعات سقبة وحموري. عاد كتير هيك حابة أتصور ما شاء الله يعني. صدقوني يا جماعة حلوة النظافة لو كان بالطريق. هون بعد ما رجعت على البيت حبيت أورجيكم ما شاء الله يا جماعة الكرواسانة عن جد يعني بتغني عن الفطور وعن الغداء وعن العشاء. يعني أكلتها الصبح عن جد يعني ضليت للمسا صادة معي ما حسيت آكل شي أبدا أبدا. ضليت كل النهار شبعانة ما شاء الله. هلا هيام حبت تورجيكم كيف طالع قلب الكرواسان منغنغ بالشوكولا ما شاء الله. الله يبارك له يا رب. من حقها يا جماعة يعني من ناحية الكرواسان الخبز السكري الخبز السياحي الكيك كله عنده الشغل بياخد العيل حتى يعني يعني بيستاهل الواحد يعمل له إعلان لمحله ما شاء الله. حتى عنده المعاملة بتجنن. هون أخي الله يسلم إيديه يا رب يرزقه ويعوض عليه. حب يهدي أمي خلاط هو معلمه عنده وكالة عاد بيشتغلوا بالماركة ستاروا يعني هي قريبة للرامكو. الله يك يا رب يجبر بخاطره يسلم إيديه يجيب لي على أمي من النوعية الظريفة صح معه طاحونة تبع البهارات بس قال لي عم يجيب لك اياه صناعي افضل من اللي عم يجي معه طاحونة. لهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا انتوا عم تشوفوا الفيديو. هلا صار دوركم تكتبوا لي بالتعليقات شو حابين اعمل لكم بالفيديوهات الجاية. لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.